سي عادل الثابتي، مرحبا بك في موقع المشهد التونسي. أنت رئيس تحرير جريدة مواطنون، صحفي مستقل وعضو بالنقابة الوطنية للصحفيين. منذ أيام نشرت بيان أعلنت فيه استقالتك من لجنة الحقيقة والإنصاف في الإعلام وتحديد معايير القائمة السوداء. السؤال الأول، لو كان تعطينا معناتها لماذا استقلت من هذه اللجنة ولماذا تأخر إعداد القائمة يعني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا موقعكم على هذه الاستضافة. تصحيح، أنا معناها منخرط في النقابة ولست بعضو في مكتب النقابة، وعضو في لجنة الحقيقة والإنصاف وتحديد في الإعلام وتحديد معايير القائمة السوداء. أسباب الاستقالة يعني هي كما ورد يعني في نص الاستقالة، هو معناها عدة أسباب تجمعت. السبب الأول والأساسي هو التباطؤ في تعامل معناها مكتب النقابة مع هذه اللجنة. فنحن مر علينا أكثر من 3 سنة، يعني 4 أشهر أو 5 أشهر دون أن نتقدم. معناها يقع صياغة البيان تقريبا تأسيسي للجنة ولا يقع إمضاء إلا بعد 3 أسابيع. ثم مراسلات للحكومة لم يقع إرسالها يعني في الأوقات المحددة. ثم كانت الوقفة التي نظمت احتجاجا على تعيينات الوزارة يعني يوم 2/9 جارفي، معناها تحت شعار يعني تصدي لهيمنة الحكومة على الإعلام، واللي في الحقيقة هي معناها فيها معناها ابتعاد كبير على الهدف نتاع اللجنة وعلى هدف الإعلاميين، لأنه بعد 14 جارفي الإعلاميين من واجبهم اليوم باش يقدموا يعني حسابهم للشعب التونسي. فوجدت نفسي أقف مع يعني المناشدين والملمعين وربما حتى المخبرين في قطاع الإعلام في صف واحد الذين أساءوا إلى الشعب التونسي، وهذا لا يمكن احتماله يعني ولا يمكن احتماله. ولهذا تجمعت كل هذه الأسباب لتجعلني يعني أقدر أنه لا إمكانية للنقابة في أن تشرف على هذا العمل وتحقق نتائج تذكر. سي عادل، أنا قريت البيان نتاع الاستقالة نتاعك، حسيت فيه كأنه أنت عملت إشارة ضمنية أنه النقابة الحالية مسيسة نوعا ما. لو كان تعطينا يعني تقييمك لعمل النقابة منذ سقوط بن علي ومنذ المؤتمر بالذات. هو في الحقيقة يعني هناك العديد من الزملاء الذين يجمعون على هذا الرأي، وكثير منهم يعني من الزملاء النزهاء في القطاع، وهذا يعني لاحظناه من خلال يعني السرعة في الاستجابة لأي أحداث ذات طابع سياسي أو فكري، والتباطؤ الشديد في المسائل المتعلقة بتصحيح مسار الإعلام، والتي كانت اللجنة التي كنت منتمي إليها معناها مكلفة بهذا الأمر. فهذا التسيس اتضح جليا في الوقفة الاحتجاجية عندما رفعت شعارات سياسية يعني لا علاقة لها بشؤون المهنة من قبل حتى أعضاء في مكتب النقابة. معناها شعارات معروفة، شعارات بائسة تعود إلى حتى السبعينات، وهي شعارات إقصائية وكلمات يعني نابية في اتجاه أعضاء الحكومة. والحال أنه في أي نقابة المفروض أنه يبقى التواصل بين النقابة والحكومة الموجودة، لأن نحن لسنا حزب سياسي ولسنا مع أي خيار سياسي في البلاد، إلا أنه الحقيقة لاحظت أنا اللي أنه هذا التوجه هذا راهو باش ما تكونش الصورة كلها سوداء. لا ينفي أن النقابة قامت ببعض التحركات ذات الطابع المهني، ولكن تحركها واستجابتها للمسائل ذات الطابع الفكري والسياسي كانت أكثر سرعة وأكثر يعني تحمس من المسائل الأخرى. باهي سي عادل، بعض الزملاء الصحفيين عبروا يعني بكل صراحة على خشيتهم من هيمنة الحكومة الحالية على قطاع الإعلام. هل أنت تشاطرهم الرأي هذا ولا شنو موقفك؟ أنا في الحقيقة نختلف مع يعني زملائي في هذه التهمة، لأنه في الحقيقة لا يمكن أن نستدعي ديكتاتورية يعني أو ممارسات ديكتاتورية بن علي مع حكومة منتخبة ديمقراطية. كل ما في الأمر أني معناها الحكومة أو رموز الحكومة لهم يعني عدة خاصيات تشجع على القول بمثل هذا القول: عدم معرفة بالميدان، اتخاذ إجراءات يعني
في الحقيقة معناها كرست هذا المفهوم، وهي تنم على جهل بالقطاع، يعني وعدم استشارة النزهاء في القطاع، لأن النزهاء في القطاع موجودين وكانوا يتحملون مسؤولية كبرى في العمل النقابي، ولكن لم تقع استشارتهم. فأنا الحقيقة لا أخشى من هيمنة، لأنه أغلب أعضاء الحكومة يعني والائتلاف الحاكم هم ناس كلهم كانوا ضحايا الإعلام السابق، يعني التكتل الديمقراطي والمؤتمر والنهضة كلهم كانوا ضحايا النظام الإعلامي السابق، فلا أظن أنهم سيصبحون جلادين الآن. إنما هذه أصلا تهمة تستغل لتسييس المسألة، لأنه كان حاضر في الوقفة اللي معناها كيلت فيه هذه الاتهامات عديد السياسيين اللي مرتبطين بوضع ما بعد انتخابات 23 أكتوبر. باهي، لو كان نرجعوا لعمل اللجنة معناتها اللي باش تحدوا فيها القائمة السوداء للصحفيين، منذ يعني تكوين اللجنة هذه ما سمعنا حتى خبر تقريبا، ما نعرفوش وين وصلت الأشغال نتاعها وهل ستتواصل. على كل حال أنا مع احترامي لكافة زملائي في اللجنة، وطبعا يعني واجب التحفظ هذا يعني أخذه على نفسي يعني أثناء أشغال الانضمام إليها وبعد خروجي. إنما ما يمكن أن أقوله هو أنه كافة الزملاء لهم عزم على الإنجاز، ولكن الاستجابة من طرف الجهة المؤطرة لهذا العمل وهي مكتب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين استجابة يعني الحقيقة ضعيفة وضعيفة جدا. فهذه هي أسباب معناها فشل اللجنة في إعطاء أي معلومة إلى حد الآن، وليست هناك أي أسباب أخرى يعني. واضح. لو كان نحكيو على المشهد الإعلامي بصفة عامة وتعاطي الحكومة معه، تقريبا رأيك واضح في المسألة هذه، شنو تتصور معناتها الطرق العملية اللي لازمها تنتهجها الحكومة لإصلاح الوضع الإعلامي في البلاد؟ أولا لابد أن نقول أنه يعني الدكتاتورية السابقة هي تركزت على عمودين أساسيين. العمود الأول هو الأمن والآلة القمعية الأمنية الرادعة معناها العنف المسلط على الناس، والآلة الثانية هي الآلة الإعلامية التي كانت تسلط عنف من نوع آخر وتنتهك الحرمات إلى آخره. وتصفية هذه التركة مهمة صعبة وصعبة جدا. الآن أنا وصلت إلى قناعة أنه لا يمكن للنقابة أن تقوم بمثل هذا العمل. هذا العمل لابد أن يقوم به الجميع، ولابد أن تدعمه الدولة لوجستيا، يعني تكون حرية، تكون لجنة وطنية لكشف الحقيقة في ميدان أو لتكريس الحقيقة والإنصاف في ميدان الإعلام، وتدعمها الحكومة لوجستيا. فالمسألة صعبة وصعبة أكثر مما نتصور، خاصة وأن القديم يعني الناس الذين انتهكوا حرية التعبير والناس الذين استغلوا الصحفيين والناس الذين خدموا الدكتاتورية يعودون يفتحون مؤسسات جديدة، وهذا في غفلة من الجميع. ولم نرى تحركات يعني كبرى من طرف النقابة بالأساس في اتجاه معناها منع هذه الأشياء، وفي اتجاه التفاعل مع النداء الذي توجه إلى هذه المشاكل الحقيقية للقطاع والذي أمضاها أكثر من 130 صحفي. واضح. بارك الله فيك.